وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلم احمد رفعت. يا اخي سبحان الله، احمد رفعت لما وقع في مباراه فيوتشر والاتحاد طلع الاعلامي احمد شوبير وقال لك ان رفعت اغمى عليه نتيجه لتعاطي المنشطات. يعني لو كان رفعت توفاه الله في وقتها كانت شريحه كبيره من الناس اعتقدوا ان احمد رفعت مات نتيجه تعاطي المنشطات، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما حبش انه يروح من غير ما يكشف الحقيقه. احمد رفعت كان مضغوط نفسيا ومعنويا، ومن ضمن اسباب الضغوط اللي كانت عليه ان احمد رفعت وهو راجع من مباراه في ليبيريا كلمه احمد دياب وقال له اطلع من عندك للامارات، وده لان عندك عقد اعاره للوحده الاماراتي. وطبعا في الوقت ده كان احمد مطلوب فيه للتجنيد. سال احمد دياب عن موقفه القانوني من السفر، واكد له احمد دياب ان موقفه القانوني من السفر صحيح 100%، وقال له ان جاب جواب للسفر فيه تمديد لمده 3 شهور، وسافر احمد رفعت على اساس تجديد السفر ووثوقه في كلام احمد دياب، ويجي نادي الوحده الاماراتي ويفسخ الاعاره بتاعت احمد رفعت بسبب ان الورق غير رسمي. لكن ابراهيم فايق المذيع على الام بي سي مصر ونادر شوقي في البرنامج بتاعه قدروا ان هم يفضحوا الليل، وكشف ان تصريح السفر لفتره معيشيه مش للاعاره، ودي كانت المفاجاه لان الفترات المعيشيه بتبقى